وحاذر الغش، فهو حيلة العاجز وأسلوب الكسلان. فكم من شخص يعيش بيننا اليوم في نكد وضيق بعدما كبر سنه واستيقظ ضميره، فهو دائما يستفتي المشايخ والعلماء أماله حلال أم حرام، أو وظيفته حلال أم فيها شبهة، كلها بسبب الغش، ليجعل الإنسان نصب عينيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وتجد اليوم إلا ما رحم ربك الغش الكبير لدى الطلبة وبطرق ووسائل، وكأن الله ليس موجود. معاشر المعلمين الكرام، يا من بذلتم وأخلصتم فلكم الخير والمثوبة وشكر الله لكم سعيكم، ولكن تذكروا أمرا عظيما: إن مساعدتك لهذا الطالب بحجة أن هذا مساعدة، هذا من أعظم الكبائر عند الله. رأيت كثير يقول هذه مساعدة، هذا غش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. هذا غش عظيم، أن تغش أبناء المسلمين. ما تستفيد أيها المعلم أن تغش هؤلاء الأبناء. سمي اختبار لاختبار هذا الطالب، وليس للمساعدة ولا للغش. ويقول بعضهم: وتعاون على البر والتقوى. لا، بل هذا تعاون على الإثم والعدوان، هذا ليس تعاون على البر والتقوى، هذا غش عظيم، بل هو من كبائر الذنوب. ما الفائدة لهذا المعلم أن يغش الأبناء ويقول هذا مساعدة، أو يترك هؤلاء الأبناء، أو ينكر عليك إذا أنكرت عليه؟ طيب النبي قال: من غشنا فليس منا. فيخرج الطلبة ليس عندهم من العلم شيء. لماذا؟ لأن هؤلاء بعض المعلمين هدانا الله وإياهم يعطيهم المعلومة ويعطيهم هذه الإجابة. نسأل الله العفو والعافية.